اولا الا ما غاديش تسجل ولا تربح بواحد هذا ماشي ضعف. يمكن كومبليمون لي زادفيرسير اللي عندنا في المغرب، اللي عندنا هذا يمكن تكون واحد الحاجه بوزيتيف، انه لي زيكيب في المغرب تيتقدموا وتولي المستوى تيتقارب. بالنسبه لنا حنايا اليوم لعبنا ضد واحد لادفيرسير اللي هو اورغانيزي مزيان. تنعرفوا انه اي فرقه جات لكازا تنعرفوها غادي يبقاو يسدوا المساحات وما غاديش يعطيونا فرص كثيره. بالنسبه لنا حنا مهم واللي داروا اليوم اللي بالنسبه لي الايجابي انه بقينا في الاورغانيزاسيون ديالنا، بقينا ما حليناش اللعب نقولوا، لان تقدر تمارك عليك اوكازيون، جاتهم اوكازيون كبيره وتنعرفوا انه ديما فرصه غادي تجي. مساله الثقه، مساله مباريات تنظن انه مع النتائج اللي يكونوا في الحظ ديالنا اسرع ما يمكن، تنظن انه غادي نقدروا نكريو بزاف تاع لي زوكازيون، ولما لا ان شاء الله نربحوا كما تنقولوا باكثر من نقدروا الاخيره. هي راجعه كما قلت لك، راجعه للاورغانيزاسيون تاع لي زيكيب، الطريقه كيفاش يلعبوا معنا. الا لاحظتي مع المحمديه الفتح اللي كاع فرقه اكبر في هذا، واليوم شاف السوالف، فظن انه حنا خاصنا نلقاو الحل لهذاك الفريق اللي تي هذا الحل. نقدر نقول لك بسرعه انه خاصنا نفاريو في الطريقه تاع الهجوم، وانه يكون اسرع. رجعنا تنعرفوا الشوط الاول الشوط الثاني. الشوط الاول ما كانش الريتم عالي، يعني انه لادفيرسير سهل عليه. الشوط الثاني لعبنا واحد الريتم اللي عالي، تلاحظوا ان التلافات عند لادفيرسير. اظن انه بالنسبه لي مساله تحسن، هي متفق معك مساله تحسن، ولكن مساله الثقه انه غادي تكون، لان كاين حتى دي ديشي لي كونترول ساهلين، لي باس ساهلين، لي سونترال ساهلين. مساله الثقه. ثاني شفت فرحان وابو الفتح اللي قدم واحد العرض اللي هو جيد، ما استقبلناش هدف. اظن انه كاع اللعابه محتاجهم، والثنائي اللي غادي يقدم احسن مستوى هو الثاني اللي غادي يبقى تيلعب. غياب الجمهور اليوم واش ما اثرش على الفرقه؟ حتى هو سؤال جيت محلو. علاش؟ لانه كانت المباراه اللي صعبتها هو انه ما كاينش الجمهور. تنعرفوا انه القيمه تاع الجمهور ديالنا. الماتش تاع المحمديه الدوزيام ميتو انا قلتها بانه فضل الجمهور، فضل الله والجمهور عاوننا باش انتصرنا. اليوم اكدت على هذه المساله بانه اذا ما كانش الجمهور خاصنا نركزوا. ظن انه افتقدناه لا سيما في الشوط الاول. الشوط الثاني نقدر نكونوا تغلبنا على هذاك الهاجس، ولكن احنا محتاجين الجمهور.